اكتب على سيدنا النبي اللي الحذاء بتاع سيدنا النبي اشرف من ابوك، لو كان ابوك مين، واشرف من امك عشان ما عرفتش تربيك. السلام عليكم. طبعا شفت الصوره دي كتير. الصوره دي لطالب اسمه ابانوب عماد، طالب بكليه طب الاسنان جامعه الزقازيق. كان في مشاجره بينه وبين واحد صاحبه، دخل على الماسنجر، ما شتمش صاحبه، لا، ده شتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا نوب يا حبيبي، مش كل يوم هنطلع نرد على واحد فيكم، مش كل يوم حد يطلع يسيء لحد أشرف منك ومن أبوك وأشرف من أي حد على الكرة الأرضية. السنة اللي فاتت كان كبيركم ومعلمكم زكريا بطرس وقال كلام ما ينفعش يتقال، تيجي انت تاني تكررها وتطلع وتشتم وبعد كده تيجي تعيطوا وتقولوا غصب عننا وتقولوا ده مش عارف التليفون كان مسروق، واللي يقول لك ده هاكرز، واللي يقول لك مش عارف ايه الحكايه. انت شفت في حياتك حد مسلم بيشتم حد مسيحي بيسيء ليه؟ بالعكس، احنا طول حياتنا بنقول احسن اصحاب عندنا اخواتنا المسيحيين، اخواتنا الاقباط شركاء الوطن، الناس بتحب بعضها. انت طالع تقول كده ليه؟ وطالع تعمل فتنه كده ليه؟ اكيد عندك في حاجه في دماغك. تطلع دلوقتي بتقول لي انا اسف ومش عارف ايه والموضوع كان غصب عني. غصب عنك في ايه؟ انت ايه معلش؟ ادي الشات اهو بيشتم على سيدنا النبي اللي الحذاء بتاع سيدنا النبي اشرف من ابوك، لو كان ابوك مين، واشرف من امك عشان ما عرفتش تربيك. وانت طالع كده عادي، وطالع دلوقتي بتقول لي سامحوني، منزل اعتذار تاني اهو بيقول لك غصب عني معلش اصل هو شتمني. هو اشتمه، اعمل محضر، ارجع في قانون. تشتم سيدنا النبي ليه؟ لا، وبعد ما شتم الاستاذ داخل يقول لك سامحوني، معلش اصل والدي متوفي ومامي هتزعل عشان انا ممكن اتحبس. انت لازم تتحبس. لازم نوجه رساله للاستاذ الدكتور عميد كليه الطب جامعه الزقازيق يتخذ الاجراء فورا. لازم يكون له دور، والسياده المسؤولين يتحركوا عشان ده بيعمل فتنه في الدوله. انا بعد كده اول مره عديتها، تاني مره عديتها، تالت مره عديتها، بعد كده النفوس هتقف. الناس هتحس بقى ان مفيش الراحه بتاع زمان، مفيش الحب بتاع زمان، هتبقى شغلانه على طول كده. لازم يكون اي حد يغلط يتحاسب عشان يكون عبره. لازم اي حد يجي عند الدين يتحاسب عشان الدين ده لله. ما ينفعش ايا كان المشاكل اللي بينك وبين اي حد تدخل الدين. وانت كمسلم لازم تدافع عن دينك. ما تشوفش بوست زي كده وتعديه وتقول لا في غيرها هيرد. مفيش غيرك انت اللي هيرد، عشان لازم كمسلم ترد. لما انت مش بتغير على سيدنا النبي، فالح بس تقلب بس في البوستات وتتفرج. احنا ما بنطلبش من اي حد حاجه غير ان هو يشارك الفيديوهات دي ويفعل الهاشتاجات اللي نازله عشان الشخص ده يتجازى. ولو الشخص ده اتجازى فعلا وخد جزاؤه، والله ما في حد يستجرأ يعمل كده تاني. زكريا بطرس كان بره البلد ومحدش شافه، ده جوه البلد وبيدرس في البلد وعايش وسطينا. لازم ياخد حقه، لازم ياخد جزاؤه ايا كان الجزاء. يعني دي مش بتاعتنا احنا، دي بتاعت الدوله، والدوله هتجيب لنا حقنا ايا كان. هسيب لكم هاشتاج لازم نفعله كلنا، لازم نعمل مشاركات، لايكات، لازم يوصل للدنيا كلها عشان تتحول لقضية رأي عام. ان في مسلمين بتغير على دينها، بتحب نبيها، ذاك نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم كل الناس اللي موجودة على البيج عندي تفعل الهاشتاج اللي هسيبهولك، تعمل لايكات، تعمل كومنتات، تعمل مشاركات. لازم الفيديو ده فعلا يوصل لكل الناس عشان القضية دي مش قضيتك انت ولا انا ولا اي حد، دي قضية دين، ولازم كل حد يتجازى. محدش يطنش، محدش يقول في غيري هيعمل، محدش هيقول غيري هو الاولى من كده. كلنا واحد، لازم نغير على ديننا. لازم يكون في قرار حاسم للموضوع ده عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.